السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المعمر او صينية المعمر على اصولها. معمر فلاحي على اصوله، هيطلع بطعم ولون وريحة تجنن. كل اللي هيدوقه مش هيصدق ابدا ان انت عاملاه في البيت وفي فرن البوتاجاز العادي، هيقول ده معمول في فرن فلاحي. هقولك على اسرار التسويه اللي تخلي وشه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احمر ومرد كده، كتير مننا بيعمله والوش بتاعه ما بيكونش بالشكل ده. هقولك على كل الاسرار والتسويه الصح اللي يخليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقولك ازاي يكون مفلفل كده وحلو، ولو مش عايزاه مفلفل هقولك تعملي ايه. كل حاجه بتخص المعمر وطاجن المعمر هقولها لكم في الفيديو ده. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدا في الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا وهنا معايا كيلو من الرز. انا هشتغل بكيلو رز والمعيار بتاعي يكون على كيلو رز. الكيلو رز ده عبارة عن 4 كوبايات كبيرة، غسلتهم بس ما نقعتهمش، وبعد كده حطيتهم في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط لهم معلقتين من الملح. انا هعمله معمر حادق. الناس اللي هتقولي طب احنا عايزينه معمر مسكر يا دنيا، هنبدل الملح بسكر، والمعلقتين بتوع الملح دول هنبدلهم باربع او 5 معالق من السكر، او حسب ما انتوا بتحبوا السكر زيادة او قليل. خلاص. بعد كده هنزل عليهم ب3 معالق كده او 4 معالق كبار مليانين من السمنة البلدي. وطبعا كل ما نحط سمنة بلدي وقشطة وحاجات حلوة كل ما يدينا طعم حلو زي الفلاحي بالظبط. بعد كده هنزل عليهم ب3 أو 4 معالق كبار مليانين من الزيت. وبعد كده هننزل عليهم بكوبايه من الزبادي. الزبادي لازمتها ايه يا دنيا؟ الزبادي بتخلي الرز يفتح كده ويكون ابيض ولونه حلو وفيه طعم حلو قوي كده وكريمي. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من القشطه، وهنقلب بقى الرز كده مع السمنه مع الزيت مع كل المكونات اللي موجوده معانا في الصينيه لحد ما نخلي الرز يتشرب تماما من كل الحاجات اللي معانا اللي احنا ضفناها عليه. بعد كده هسيب الرز كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة منقوع في الحاجات اللي احنا حطيناها دي. خلاص كده يا جماعة، يبقى انا هقلبه في السمنة والقشطة والزبادي والحاجات دي، وهسيبه حوالي 10 دقايق ربع ساعة لحد ما يتشرب من كل المكونات اللي احنا حطيناها، والرزاية كده تتغلف وتشرب من المواد الدهنية. وده سر من اسرار اللي بيخلي المعمر بتاعنا مفلفل مش معجن. بعد كده غليت كيلو من الحليب. خلاص يا جماعة، ده كيلو من اللبن او كيلو من الحليب غليته وسخن نازل من على النار. نزلت كده على الرز وهنقلبه كده كويس. وبعد كده هنزل بكوبايتين او كوبايتين ونص من المية المغلية. لازم المية تكون مغلية واللبن يكون مغلي علشان يعمل معانا الوش على طول. تعالوا بقى نروح على الفرن وهقول لكم سر التسويه اللي هتخلي طاجن او صينيه المعمر بتاعتك اكنه معمول في فرن فلاحي رغم ان هو معمول في فرن البوتاجاز العادي. والفرن ده يا جماعه فرن البوتاجاز الغاز مش فرن كهرباء. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا بقى يا جماعه، اي فرن بيكون فيه الصاج وفيه الشبكه. خلاص. فانا مبدئيا كده في الاول هشيل الصاج، مش عايزاه. وبعد كده هنزل الشبكة قريبة جدا اقرب رف تحت من النار. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مولعه النار كده يا جماعة. بصوا لازم المعمر يدخل على فرن سخن، ما ينفعش يدخل على فرن بارد ونولع عليه النار، لازم يكون الفرن سخن. الناس اللي عندها مروحة ممكن تشغلها، اللي ما عندهاش مفيش مشكلة. الناس اللي عندها شواية ممكن تشغلها، اللي ما عندهاش مفيش مشكلة. المهم ان احنا نحط الشبكة ونولع النار ونقفل الفرن ونسيبه لما يسخن. خلاص. هندخل كده بصينية المعمر تكون قريبة جدا من النار. لو عندك مروحة شغليها، ما عندكيش مفيش مشكلة. عندك شواية شغليها، ما عندكيش مفيش مشكلة. كده كده المروحة او الشواية بتسرع بس ان الوش ياخد وش بسرعة، لكن لو مش موجودة الوش بيتاخد برضو زي ما هو بيكون زي الفل، بس بياخد فترة شوية او وقت شوية. بصوا كده يا جماعة، بعد 10 دقايق بدأ المعمر يبقلل كده او يعمل فقاقيع علشان يلون وياخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. ده بقى حسب ما انتوا عايزين. كل ما هتسيبيه اكتر كل ما هيعمل فقاقيع اكتر وهيلون اكتر. انا عن نفسي ما بحبش اخليه لونه غامق قوي او اسود، لا بحب ان هو يبقى لونه احمر وردي كده. كل واحدة على حسب ما هي بتحبه. في ناس بتحب تغمق الوش قوي وتخليه لونه غامق، بس انا عن نفسي بحس ان هو لما بيغمق كده الوش طعمه بيمرر وبيكون مش حلو. خليه لونه احمر وردي كده. بصوا شوية بشوية بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا المعمر بعد ما خلاص تقريبا استوى 75% وعمل الوش اللي احنا عايزينه وشرب اللبن بتاعه. في المرحلة دي بنعمل ايه؟ بنرجع الصاج تاني في النص الفرن، يعني بنخليه في الرف الاوسط،
ونحط المعمر كده على الرف اللي في النص، وبنهدي النار شوية. يعني بعد ما كانت عالية قوي بنخليها اقل من الوسط حاجة بسيطة. وبعد كده بنرش رشة كده بايدينا من المية، او لو عندك بخاخة زي ديت كده بخي وش المعمر، وبعد كده غطيه علشان الوش ما يحمرش اكتر من كده، ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والمعمر يكمل سواه ويستوي من تحت ومن فوق وينفش كده ويكون تحفة. بيقعد بعد كده قد ايه؟ حوالي 10 دقايق، ربع ساعة. زي ما بنحط كده الرز بتاعنا على النار من فوق تحت الشياطة، او بنهدي عليه النار ونسيبه كده لما يتردد ويستوي، هنعمل كده في المعمر بالظبط. بصوا صينية المعمر بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، اقسم بالله يا جماعة ريحة وطعم فلاحي 100%، واللون والشكل اكنك عاملاه فرن فلاحي. طيب انا ممكن اعملها في طاجن فخار يا دنيا؟ ممكن، مفيش مشكلة. وزي ما قلت لكم، اللي عايز يعمله بسكر هنبدل الملح بالسكر، وتقلبي وتدوقي لحد ما تشوفي السكر انت عايزاه قد ايه. بس تقريبا كده بياخد 5 معالق سكر، كيلو الرز 5 6 معالق سكر، او سكري او قللي على حسب ما انت بتحبي. بصوا الرز مفلفل وتحفة، شكل صينية المعمر يفرح، وطعمها حاجة كده من الاخر، فلاحي فلاحي على اصول. امشي على كل التفاصيل والتكات اللي انا قلتلك عليها، خصوصا في التسوية، هتطلع معاكي احلى صينية معمر باحلى وش مورد وزي الفل. الوصفة بتاعتنا خلاص خلصت، صينية المعمر اللي تتاكل حاف دي خلاص خلصت. اللي عجبته الوصفة ياريت يعمل لي لايك، مستنياكوا اكيد اكيد تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.